الزمالك بيخسر اول مباراة في ذهاب بطولة الكونفدرالية. مباراة تافهة، لاعيبة متخاذلة، تأليف مدرب. انا مش عارف ايه الموسم الكارثي اللي جاي اكتر من اللي راح. النهارده يعني اول مباراة في الموسم والزمالك بالمستوى ده. امال هنلاعب بيراميدز وهنلاعب الاهلي ازاي؟ لا والله العظيم، يعني احنا هنلاعب بيراميدز وهنلاعب الاهلي ازاي؟ مباراة كارثية وتأليف من مدرب اللي بيلعب لي مصطفى الزناري باك يمين، وبيلعب لي بدونجا في نص الملعب، منزل لي شيكابالا من اول المباراه. شيكابالا ما بيلعبش من اول المباراه، والله العظيم شيكابالا ما بيلعب من اول المباراه. ماشي. انما نشوف النهارده عك كروي. الكره النهارده بتلعن نفسها، من حاتم اوكر لمحمد عبد الغني لدونجا في نص الملعب. لاعب النهارده حاتم سكر بيخسرك ماتش الاهلي وبيخسرك ماتش النصر، ومستمر ان هو يلعب عشان هو بيلعب برجله الشمال وانت عاوز مدافع برجله الشمال. فالنهارده تروح تسلم نفسك لفريق اسمه ارتا سولار على ارضه، تفتح الملعب بتلعب لي ابراهيم نضاي واوباما وشيكابالا ومصطفى شلبي ويوسف الجزيري. كل اللعيبه دي بتلعب في الملعب وانا ما عنديش دفاع. اي كره بتروح عليا هجمه مرتده خطيره يا اما هدف. ماشي. وعندي محترف اسمه ابراهيم نضاي بيقبض بالدولار 800,000 دولار في الموسم، يعني تقريبا فوق ال 20 مليون. ماشي. تشوف لو انت واخد صاحبك خماسي، لو انت واخد واحد صاحبك خماسي هيكون افضل من العك اللي احنا شفناه النهارده. الزمالك النهارده ما بيلعبش مانشستر سيتي، يعني النهارده الزمالك بيلعب فرقه عاديه. ماشي. ولكن النهارده طبعا هنجيب الحجه في الملعب، وهنجيب الحجه في ان الجو كان حر على اللعيبه. النهارده للاسف تأليف من اسوريو ومدرب فتاي، ولو استمر مع الزمالك او لاعب بيراميدز او لاعب الاهلي بالفريق فبقول لك الزمالك هيشيل كتير. الزمالك هيعاني مع اسوريو في الموسم، لان احنا للاسف ما عندناش فريق. عندنا شويه لعيبه خلاص هم مش عاوزين يلعبوا، ما تحس في حاجه غلط في الفرقه. تخيل تبديلات الزمالك عباره عن رؤى وعمرو السيسي. ماشي. وبينزل لي نيمار بعد ما كانت خربت ومغلوب 2-0. ماشي. وراكلي كمان ناصر منسي بره، منزل لي سيف الجزيري. كل العك اللي احنا بنشوفه بفضل الفتي بتاع اسوري. مباراه ذهاب ممكن العب واقفل دفاعي، انما راح افتح الملعب قدام فريق زي فريق ارتا سولار، فريق متواضع على ملعب صناعي انا مش عارف العب. ومرحبا صحيح نسيت اقول لكم مبروك عودة أوباما، عودة أوماجا مرة أخرى لنادي الزمالك. النهارده شفنا أوباما بيضيع هدفين، يعني أسهل من كده مفيش. يعني أوباما النهارده بيضيع هدفين، أسهل من كده مفيش. الزمالك طبعا لازم يعكنن علينا. الأهلي خسر، لازم الزمالك يخسر. يا ابو اقسم بالله ما هسيبك، لازم اخسر معاك. الاهلي خسر لازم اخسر معاك. ماشي. مفيش يعني ادنى مسؤوليه من اللعيبه والناس اللي رايحه والجهاز الفني يقول له الراجل ده اللي انت بتعمله ده حاتم سكر مين اللي انت تلعب مين؟ حاتم سكر مين اللي انت تلعب بيه باك شمال؟ والله العظيم ماخده معايا خماسي. لا نزل اي حد حطه مكان حاتم سكر وانت هتكسب عادي. انما منزل لي لاعب زي ما اكون معوق، ما تعرفش اللاعب ده فيه ايه، لاعب كره جايه له مش عارف يطلعها، بيدافع عشان بيلعب برجله الشمال بلعبه مدافع ثالث، وبلعبه نقطه ضعف في دفاع الزمالك سواء من كره عرضيه في التغطيات العكسيه، مش عارف يطلع اي كوره. وللاسف اسيريو مستمر ان هو ملعبه ابراهيم نضاي بيلعب لحد اخر الماتش. ليه عمل ابراهيم نضاي من اول الماتش؟ عشان يلعب لنهايه الماتش. النهارده ابراهيم نضاي عمل ايه؟ عشان يلعب من اول الماتش لنهايه الماتش. ماشي. للاسف ده كله من فعل اسوريو. اسوريو مش هيستمر مع الزمالك كتير. اسوريو انا بقول لك اهو ان هو مش هيستمر مع الزمالك كتير. اللي هو عمله النهارده ده كارثه. ماتش سيراميكا ماتش ودي خسرناه وقلنا عادي ده مباراه وديه يمكن بيجرب حد، انما هتغلب من ارتا سولار. امال هعمل ايه مع بيراميدز؟ هعمل ايه مع الاهلي طول الموسم؟ هعمل ايه مع فرق الدوري اللي كلها جايبه صفقات وعامله صفقات قويه والدنيا كلها مدعمين وكل الناس عامله صفقات؟ طب انا هلعب بشويه اللعيبه المشاليل دول؟ يعني انا هستنى ايه؟ يعني موسم كارثي السنه اللي فاتت. ماشي. هم نفس اللعيبه، هستنى منهم ايه؟ انا ما عنديش غيرهم، ما فيش غير زيزو وفتوح في الفرقه. ماشي. ما فيش غير زيزو وفتوح وبقى في كام لاعب بيجي على فترات. انما النهارده اللي احنا شفناه في الملعب يعني اداء ولا اسوأ. مسؤوليه ما فيش. النهارده حسام عبد المجيد مش شايف، محمد عبد الغني عمال يالف. النهارده حاتم سكر انا مش عارف بيلعب على ايه. يعني تخيل مدرب مقتنع بحاتم سكر وابراهيم نضاي وعمرو السيسي ومحمد اشرف روقه، عاوز منه ايه؟ يعني ده المدرب بتاع الزمالك، ده مدرب الزمالك. مدرب الزمالك يعني منزل حاتم سكر باك شمال. ماشي. رغم كل الاخطاء اللي هو عملها قبل كده ومستني منه جديد. ماشي. في مباراه خارج الارض وال2-0 ممكن ما يقدرش نعوضهم في مصر.
يعني احنا عند 2-0 ممكن ما نقدرش نعوضهم في المباراه اللي جايه، وعندنا ماتش مع بيراميدز يوم الخميس، الله اعلم هنعمل ايه فيه، هنتغلب هنخسر، يعني ايه اللي هيحصل في ماتش بيراميدز محدش عارف. بيراميدز عنده فريق قوي وانا عندي فريق متهالك متفكك مع تأليف مدرب ماشي، بيلعب لي بخمسه مهاجمين وسايب نص الملعب ومعري نص الملعب ومعري الدفاع. اي حد بيروح على الزمالك، اي حد النهارده في ارتا سولار غالب 2-0 ومضيع اكتر من هجمه. هو ده فريق الزمالك، هو ده الزمالك اللي هينافس بقوه على البطولات في الموسم الجديد بعد الموسم اللي فات. هو ده الزمالك، هو ده اوسيريو اللي قال لك ده بيعمل من الفسيخ شربات وهنعمل وهنسوي، النهارده بيألف في تشكيل الزمالك ماشي. عليه العوض في اللي جاي، النهارده عوده اوماجا الحمد لله، يعني كنا مستنيين ويكمل الليله، هي كده كملت، يعني اوباما كده كملت ماشي. ما عادش غير زيزو وفتوح، هنشوف بقى زيزو هيلعب الماتش اللي جاي ولا مش هيلعب، فتوح مصاب هيلعب ولا مش هيلعب، هنشوف الدنيا فيها ايه. ولكن بدايه يعني القصيده كفر من الاخر ماشي. النهارده شكلها كده هتبقى مرار طافح، يعني بدايه الموسم ده بيعرفك كده ان شكل الموسم ده هيبقى مرار طافح ماشي. مش معنى ان الاهلي يخسر ان انا لازم اخسر زيه، يعني مش فاهم في ايه بالظبط، ايه اللي بيحصل، ايه العبث اللي بيحصل في الزمالك ده. حاجه غريبه جدا النهارده، لعيبه يعني مش عارفين يباصوا كوره، والكوره وحاتم سكر عمال يألف، ومصطفى شلبي عمال يلم مش عايز يباصي ماشي، وشيكابالا ما بيلعبش 90 دقيقه وما بيلعبش، شيكابالا ما بيبداش. شيكابالا ممكن تبدا بيه في مصر، انما في مباراه صعبه زي مباراه ارتا سولار خارج ارضك، طب ما انزل نيمار من اول الماتش، انزل شلبي، انزل نضاي، واعمل نص ملعب كويس، السيسي مثلا مع دونجا، اقفل نص الملعب، حتى لو اتعادلت او خسرت 1-0 مش مشكله، ممكن اعوض اكسب 1-0 في مصر. انما اروح اصعب المباراه عليا، يعني انا عاوز اكسب 3 في مصر، تخيل انا عاوز اكسب 3 في مصر وما يخشش فيها هدف. فالموضوع هيكون صعب على الزمالك، الموضوع هيكون صعب على الزمالك في الموسم الجديد، وربنا يستر من مباراه بيراميدز اللي جايه. سلام.